السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق. وها نحن قد شارفنا على نهاية مسابقتنا، فنسأل الله أن يتم مسابقتنا على خير. فاللهم كما أنعمت فتمم، وإن تممت فزد، وإن زدت فبارك، وإن باركت فثبت. باسمك اللهم نبدأ حلقتنا 13 قبل الأخيرة من برنامج الحافظ الرباني. معنا بفضل الله في هذه الحلقة المتسابق عبد الرحمن أحمد إبراهيم والمتسابق محمود محمد علي. جاهزين؟ إن شاء الله. كله جاهز؟ والآن مع الفقرة الأولى، فقرة المزاد. والسؤال: اذكر ما تستطيع ذكره من مواضع ألم تر إلى الذين في 30 ثانية. 3. محمود. 4. جيب أكثر من 4. تايمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. تمام. 1. ألم تر إلى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا. ألم تر إلى الذين، الموضع ده ألم تر إلى الذين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ألم تر إلى الذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما كفروا. لا مش ألم ترى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. انتهى الوقت، والنقاط لعبد الرحمن 10 نقاط. والآن مع الفقرة الثانية، فقرة الجرس. السؤال الأول: أين نزلت سورة لقمان؟ مكية. أحسنت، نقطة. السؤال الثاني: ما حكم النون في كلمة من يرتد؟ إدغام بغنة. أحسنت، نقطة. في أي سورة ذكرت قصة بلقيس؟ سورة النمل. سورة النمل. أحسنت. السورة التي تقع بين لقمان والأحزاب؟ سورة السجدة. السؤال الخامس: من القائل لا إله إلا أنت سبحانك إني؟ سيدنا يونس عليه السلام. أحسنت. السؤال السادس: معنى مرقوم؟ قوم بالقاف. 1 2 3 4 5. الجمهور تفضل. معلم بعلامة. أحسنت. السؤال السابع: ما هو البلد الأمين المذكور في سورة التين؟ مكة. أحسنت. السؤال الثامن: أول سورة في الجزء 30؟ سورة النبأ. أحسنت، نقطة. السؤال التاسع: أين ذكر الرطب؟ 4 5. نقطة عبد الرحمن. السؤال العاشر: ما معنى كلمة المثلات؟ وقد خلت من قبلهم المثلات. 3 4 5. المثلات العقوبات. في نهاية الفقرة الثانية النتيجة 14 نقطة عبد الرحمن، 4 نقاط محمود. والآن مع الفقرة الثالثة، العد التنازلي. اذكرا ما تستطيعان من أوائل الأحزاب بالترتيب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون. سيقول السفهاء من الناس. أحسنت. واذكروا الله في أيام معدودات. تلك الرسل. قل أنبئكم بخير من ذلكم. الخطأ الثاني: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. الخطأ الثالث. 10 نقاط
لعبد الرحمن. والنتيجة في نهاية الفقرة الثالثة 24 نقطة عبد الرحمن، 4 نقاط محمود. والآن مع الفقرة الرابعة. هو الذي يحيي ويميت. موضع واحد. سورة الرعد. إجابة خاطئة. محمود. سورة غافر. سورة غافر، أحسنت، إجابة صحيحة. السؤال الثاني: أين ذكر قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون؟ سورة البقرة. سورة البقرة، أحسنت، إجابة صحيحة. السؤال الثالث: أين ذكر قول الله تعالى: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله؟ سورة يونس. سورة يونس، إجابة صحيحة. السؤال الرابع: أين ذكر قول الله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا؟ سورة ياسين. سورة ياسين، أحسنت. السؤال الخامس: أين ذكر قول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها؟ سورة فاطر. سورة فاطر، إجابة غير موفقة. سورة النحل. نحل، إجابة صحيحة، أحسنت، إجابة صحيحة. السؤال السادس: أين ذكر قول الله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون؟ سورة الصافات. سورة الصافات، إجابة صحيحة. السؤال السابع: أين ذكر قول الله تعالى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض؟ سورة غافر. سورة غافر، إجابة صحيحة. السؤال الثامن: أين ذكر قوله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون؟ سورة المؤمنون. سورة المؤمنون، إجابة غير موفقة. سورة النحل. سورة النحل، إجابة غير صحيحة. الجمهور. سورة الأنبياء، نقطة للجمهور. السؤال التاسع: أين ذكر قول الله تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير؟ سورة الحديد. سورة الحديد، أحسنت، إجابة صحيحة. السؤال العاشر والأخير: أين ذكر قوله تعالى: فأمه هاوية؟ سورة القارعة. القارعة، إجابة صحيحة، أحسنت. والنتيجة في نهاية الفقرة الرابعة 6 نقاط محمود، 3 نقاط عبد الرحمن. والنتيجة بعد الفقرة الرابعة 27 عبد الرحمن، 10 نقاط محمود. والآن مع الفقرة الخامسة والأخيرة، فقرة تحت الضغط. تيمر: من الألوان التي ذكرت في سورة فاطر الأخضر؟ غلط. سورة الطور مكية. غلط. ثاني أمر في القرآن هو قم فأنذر. غلط. من السور التي ذكر فيها قصة موسى الصف. صح. سورة الذبيح هي إبراهيم. غلط. الزهراوين هما البقرة وآل عمران. صح. من السور التي بدأت بالتسبيح المنافقون. صح. سورة القصص تقع بين النمل والشعراء. خطأ. سورة السجدة بها سجدتان. صح. انتهى الوقت. المتسابق الثاني جاهز؟ بإذن الله. تيمر: من الألوان التي ذكرت في سورة فاطر الأخضر؟ خطأ. سورة الطور مكية. صحيح. ثاني أمر في القرآن هو قم فأنذر. صحيح. من السور التي ذكر بها قصة موسى الصف. صحيح. سورة الذبيح هي إبراهيم. صحيح. الزهراوين هما البقرة وآل عمران. صحيح. من السور التي بدأت بالتسبيح المنافقون. خطأ. سورة القصص تقع بين النمل والشعراء. خطأ. سورة السجدة بها سجدتان. خطأ. 7 إجابات صحيحة محمود، 6 عبد الرحمن، وال10 نقاط لمحمود. والنتيجة في نهاية الفقرة وفي نهاية الحلقة 27 عبد الرحمن، 20 محمود. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء. سبيل ظلها ظليل إن كنا إخوة في الله، عزمنا عظيم حلمنا نجوم نقتدي بنبي الله، نحن نسعى كي نكون أملا تسر به العيون بالله ثم بهديه مستعصمون، نحن نسعى كي نكون أملا تسر به العيون بالله ثم بهديه مستعصمون، نشر إصلاح الحياة نهجي القويم
هو النجاة لا أبتغي عنه الحياد وليس لي أنا نشر إصلاح الحياة نهجي القويم هو النجاة لا أبتغي عنه الحياد وليس لي نهج سواه طماعي وخيانة باعي الثريا إنها وجهة المقدام دربنا مضيء قلبنا مليء قوة تألف الإقدام لم نأتي للدنيا عدم جئنا لنرفع من هدم ونعيد مجدا كان يعرف بالأمم لم نأتي للدنيا عدم جئنا لنرفع من هدم ونعيد مجدا كان يعرف بالأمم